السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم اختار دست بدعوه کر و گوتا خلق مكي از پیغمبر خود ما و اجد خود تعالى با رسالة ما ان يجورا دلك فرست پیشوازیاوی نکرن بلکو تعداریاوی کرن یا هوالی وی کرن و بدرم شیوهی که درندانه و ناشرین پیشوازیاوی کرن. مد فيديو ايدا بحثا كر كبيغمبر صلى الله عليه وسلم چه آزار بدست ابن ابي معيط ضيط عقببو نبي عقببو كمارزارو كدفيه هنگا ابيت السلميليوية هنگا خواستي بخانقيني بس افتش نبو پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم قلق آزار ديت بيناوا دعوة خود تعالى با اب موقفيني پیغمبر صلى الله عليه وسلم دست بدعوه كر كوببه اجدر بين مكة جنبا قبائل عربا يعني باقون دي دورا مكة دست بكر شو جنبا كهيك جوا طائف بو كوبيجو اس پیغمبر خود ما واخلاق دعوة أخلاقي بكي وصلة الوصل بكي وباشية وكتشتي بيس حميج نابا درخي شيوية كي باش بشوازياوي نكرم بلكو خلق الطائف مظني طائف حمو زاري خو ديني خو كوم كرن قوتني دبي بيخبر كبر كبر عطي كتنو خبر كرن ده حتى رواياتنا ده هاتية بيخبر صلى الله عليه وسلم كبر اللينجي كتنا بريندار بو بيخبر صلى الله عليه وسلم دركت قلكي مهموم حتى بها منطقة كي سردابي خو كتا عرضي سريخ ونهر ده حتى كودي تعاول سري ولا شيء بون كلمة ميزان ديت جبريل دي جبريل قوتي بيخبر خود صلى الله عليه وسلم ودي تعالى دنجي تكريا ودنجي قومي تكر شلو بيشوازيا تكرن وشلو بياتا نكرن و ملكة كريكية ملكة جبالا ملكة شاخة شيا قناة أمر جيبكي وتشب خوازي بين السريبة وبين السريبة رابو ملكة جبال السلام لكر ملكة شاخة سلاف البيخنبر كر قويا بيخنبري خود صلى الله عليه وسلم تشب زي المسريبة اگر بخوازي ازوا هردو چيا وابك ما نقبا هردو چيا دا ازواد من دا كبس كما زي الواكم رابو بيخنبري خود صلى الله عليه وسلم المؤمنين رؤوف رحيم بيخنبر رؤوفة رحيمة لي نازكة قلنا بلكي خود تعالى كسنا جناب ودرخكو إيمان دار بنو عبادته خود تعالى تهني بكن والشركين نكن في حديثان الجمع متفق عليها جمع إمام البخاري ومسلم جاتية جمع إمام البخاري برقم 3201 وجمع إمام مسلم برقم 1795 إمام البخاري تبجي حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حدثته أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد لقيت من قومك ما لقيت وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذا عرضت نفسي على ابن عبد يلي بن عبد كلار فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك جبالي لتأمره بما شئت فيهم فناداني ملك جبالي فسلم علي فقال يا محمد ذلك فيما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.